النادي الاهلي واليو ديانج. النادي الاهلي حرفيا يقترب من انتهاء التجديد لاليو ديانج. اللاعب اليو ديانج جاي له عروض كتير من بره مصر ومن جوه مصر، وعروض خليجيه وعروض مصريه، بس انتوا عارفين ان اللاعب طبعا في السن دوت محتاج الاحتراف ومحتاج، واللاعب فاضل في عقده موسم واحد فقط. الاهلي بيكثف جهوده للتجديد مع اليو ديانج، خصوصا بعد المستوى الرائع اللي ظهر بيه في كاس العالم للانديه، وان شاء الله يقترب اليو ديانج من تجديد النادي الاهلي بشكل رسمي. عبد القادر هنقعد نعيد ونزيد الاخبار المنتشره بشكل رسمي على كل وسائل التواصل الاجتماعي ان اللاعب مبدأه الاول والاخير هو انه عايز يلعب لنادي الزمالك بكل صراحه ووضوح. احمد عبد القادر عايز يلعب لنادي الزمالك. في كلام برضو من نادي بيراميدز، وفي كان في جاله عرض من نادي الحزم وفشل، المفاوضات فشلت مع نادي الحزم، ودلوقتي اللاعب ما بين بقى ان هو عايز يمشي، عايز يفسخ عقده بالتراضي، لا ده انا مش عايز اخش في صفقات تبادليه، كلام كتير كده. نتمنى ان الكلام ده كله يطلع غلط، نتمنى يكون عبد القادر اعقل من كده بكتير، وانه يستمر مع النادي الاهلي ويشتغل على نفسه ويتمرن كويس ويكافح من اجل ان هو يستمر في مركزه او ان هو يرجع لمركزه تاني في قلب الملعب. في خبر ثالث معانا وهو عن احمد نبيل كوكا. طبعا كلنا عارفين ان احمد نبيل كوكا جاي له عرض من قاسم باشا التركي، واللاعب طبعا بيرحب بالاحتراف بشكل كبير قوي، وعايز يحترف وعايز يجرب تجربه احتراف، وده مش عيب خالص ولا اصلا حرام، لا بالعكس خالص، اللاعب من حقه ان هو يبقى عايز يحترف. بس النادي الاهلي كل اللي بيعمله ان هو بيقول لكوكا احنا ما عندناش مانع يا كوكا خالص، يعني بالبلدي كده يجي فيك مبلغ كويس من قاسم باشا وعلى علينا وراسنا، احترف بره وكل حاجه، ما فيش اي مشاكل. المهم المقابل المادي اللي هيحصل عليه النادي الاهلي من بيع احمد نبيل كوكا، ومن اعاده البيع بتاعته لو قاسم باشا جه يبيعه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا ليكم، سلام عليكم.